وبس كده بقى خلصنا. ايه رايكم بقى في الشكل الاخير ده بقى؟ حاجه كده بيرفكتو، حاجه رايقه جدا الصراحه. في اقل من 10 دقايق عملنا نص كيلو كبده فراخ ب 25 جنيه، ما كلفناش اي حاجه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عبد الله محمود من قناه عبود ريفيو. طبعا قررت اعمل فيديوهات اكل بسيط كده وحرش للطلاب المغتربين اللي هم قاعدين بقى في المدينه الجامعيه، او مغتربين عشان شغل، او مغتربين اي حاجه كانت يعني. والنهارده بقى بدات لكم بكبده الفراخ. انا بقى واحد من عشاق الكبده، واكيد كلنا بنحب الكبده، مفيش حد ما بيحبش الكبده يعني. النهارده بقى هعمل لكم شويه كبده فراخ محترمه. ليه بقى كبده فراخ؟ عشان بقى الفلوس. انتوا عارفين الكبده الثانيه بقت الكيلو ب 200 جنيه، كبده الفراخ النص كيلو 25 جنيه على قدنا. احنا طلاب غلابه برضه، وانتوا طلاب غلابه، انا اتخرجت الحمد لله يعني. بس بقى هنبدا بقى النهارده، والكاميرا بقى هتجي لكم هنا بس على البوتاجاز وعلى الحاجه دي عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه بقى عندنا هنا البوتاجاز طبعا بتاعنا، تمام. هنحط عليه طاسه بالمنظر ده. احنا هنعمل النهارده بس كميه نص كيلو بالظبط. عندنا هنا نص كيلو كبده، وعندنا بصلتين متوسطين كده تقطعوهم اجنحه كده، وعندنا بقى لو انتوا بتحبوا الحر طبعا زي ما انا بحب الحر كده، هتجيبوا مثلا قرنين فلفل او 3 قرون فلفل حر كده تقطعوهم بالتقطيعه المتوسطه دي. وعندنا طبعا هنا شويه ملح وفلفل اسمر، بس انا ما بحطش على الاكله دي كلها غير شويه ملح وفلفل اسمر، وكتروا الفلفل الاسمر عشان بيبقى طعمه حلو. وطبعا المكون برده الاساسي معانا هنا وهو الزيت. طبعا بعد ما حطينا الطاسه هنا بقى هنقوم مزودين حاطين شويه زيت كده، يعني تقريبا كوبايه زيت كده، ونقوم نازلين بقى على طول بالبصل بتاعنا كده بالمنظر ده. بس بقى نقوم حاطين البصل بالطريقه دي بقى ونقلب فيه ونسيبه بقى لحد ما يدبل خالص بقى. بس بقى بصوا كده معانا بقى على البصل لما دبل ده كده، البصل يعني ايه بدا يدبل معانا شويه. نقوم احنا عاملين ايه بقى؟ الجبته دي بقى هتجيبوها تغسلوها غسله كده بسرعه بالميه، وتقطعوها زي ما انتوا عايزين بقى، تقطعوها مربعات تقطعوها شرايح زي ما انتوا عايزين. تمام. هي الكبده هننزل بقى بالكبده بتاعتنا المنظر ده كده. طبعا اول ما تنزلوا بالكبده مش هتقلبوها خالص، عشان لو قلبتوها الكبده ايه دي طريه جدا هتتفتت منكم. فانتوا هتعملوا اول ما تنزلوها تسيبوها تاخد الصدمه، تمام، عشان ما تنزلش الدم بتاعها، تاخد الصدمه بتاعتها، وبعد كده تبداوا تقلبوا. بس بقى كده بدات تاخد الصدمه زي ما انتم شايفين كده وتغير لون. هنبدا نقلبها تقليبه بسيطه خالص كده من تحت لفوق، بس نوطي بقى عليها النار. نبدا بقى ايه نوطي عليها النار سنه كده، ونحط بقى الملح والفلفل بتاعنا بقى، نقلب بقى. وطبعا بقى مش هننسى بقى شويه الفلفل بتوعنا بقى نحطهم مع ايه مع الكبده. بس بقى هنبدا نقلب برده عشان الفلفل دوت كده ايه يدوب برده على مهلكم خالص. بس كده بقى الكبده هنا بقى خلصت معانا. بصوا كده كده بقى الكبده خلصت معانا بالمنظر ده. طالما وصلت معانا المنظر ده يبقى كده خلصت معانا. هنقدمها بقى في طبق التقديم ونوريها لكم بقى في الاخر. وبس كده بقى خلصنا. ايه رايكم بقى في الشكل الاخير ده بقى؟ حاجه كده بيرفكتو، حاجه رايقه جدا الصراحه. في اقل من 10 دقايق عملنا نص كيلو كبده فراخ ب 25 جنيه، ما كلفناش اي حاجه. لو انت بقى طالب مغترب بقى، حد مغترب شغل، حد مغترب للدراسه، الكلام ده والله الحاجات دي هتنفعك جدا جدا، واكل حلو وزي الفل، على الاقل مضمونه. نعمل لنا بقى حته سندوتش على الرايق كده بقى، سندوتش بقى كده على الرايق، حاجه بصوا محترمه جدا، حاجه مضمونه، وانتوا عارفين هي جايه مصدر من ايه. ندوق بقى ونقول بسم الله العظمه اللي احنا عاملينها دي. بسم الله. عندنا فلفل بقى وانا بقى ادوق بقى. وبس كده نكون بقى خلصنا فيديو النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى شيرات في كل حته بقى لاصحابك بقى المغتربين اللي مش لاقيين ياكلوا بقى وبس بقى نكون خلصنا فيديو النهارده بقى. رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم بقى اعملوا شير لاصحابكم اللي هم مغتربين بقى عشان نعمل الوصفه ديت، ولايك بقى وسبسكرايب بقى على اليوتيوب. وبس لو انتوا بقى عايزين اي وصفه سهله بقى وسريعه كده تاني اكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانيه جايه. وبس كده كان معاكم عبد الله محمود من قناه عبود ريفيو. سلام.